السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو كده دعوة حلوة لأهلنا في فلسطين، وربنا يا رب ينصرهم ويقويهم. النهارده بقى واخداكم معايا كده القناطر، رايحة فين بقى يا فاطمة؟ رايحة أجيب حاجات لطلبات البيت، علشان كده هنقضي يوم ممتع مع بعض. أنا باحب أوي السوق بتاعنا علشان فيه فسحة كده يعني. فيا رب كده أيامكم تكون خير، واللي ما اشتركتش بقى تنزل تحت تفعل زر الجرس وسبسكرايب ولايك، عشان نبقى عيلة حلوة كده مع بعض. النهارده بقى هقضي يوم، احنا بنعيد بعد العيد. يعني بحسب شغل جوزي ولما بياخد اجازة بنبتدي بقى ايه، نقضي العيد ونعيد. فهو فعلا متأخر، بس طبعا ده حال الشيفات كلهم يعني. في وظايف كده بتبقى يعني غصب عنهم طبعًا ما بيقدروش ياخدوا إجازة مع العيد أو مع المناسبات، فبتبقى إجازتهم هي يا عيني بعد العيد، بعد الإجازة، يعني بياخدوا إجازة بعد الإجازة. النهارده بقى قررت أقضي يوم معاكم على السطوح ونشوي، وهتشوفوا يوم حلو كده وجميل، وتابعوني لآخر الفيديو، ويا رب يكون الفيديو لطيف وظريف كده وخفيف عليكم. باوريكم بقى المنظر من فوق، إحنا كنا طالعين كده قبل المغرب، منظر بقى الشروق، بس المنظر الأسطح ما تسرش خالص. بجد لازم كلنا نهتم بالسطح بتاعنا. اعمليه كده قعدة حلوة ليكِ أنتِ وولادِك، ضبّطيه، رتّبيه. بجد مش عارفة ليه أسطح مصر ما كانتش كده زمان، يعني كانت كلّها كده نضافة. وكنا يعني لمّا الطيارات تصوّر مثلًا من فوق، كان في صور قديمة بتنزل كده على النت، كنت باشوفها يعني ما شاء الله إيه النضافة دي. دلوقتي إحنا خلّينا الأسطح والبلكونات للكراكيب بس، بدأت البلكونات الناس تهتم بيها، يا ريت كمان نهتم بالأسطح. يعني حبيت كده أقول لكم، وأقول لنفسي كمان، أنا كل ما بييجي السطح بتاعي يتبهدل، هو أنا السطح بتاعنا يعني نضيف على طول، بس لمّا بيتبهدل شوية بابتدي على طول أضبّطه أنا وجوزي، علشان ما نخلّيهوش اللي هو يعني فيه بهدلة، واللي إحنا كمان لمّا نطلع نقضّي وقت حلو ولطيف فيه. وكمان الهوا، عايزة أقول لكم الهوا بيبقى على السطح أحلى بكتير من الشقق. الشقق دلوقتي ربنا يرحمنا برحمته يعني في الحر ده. هنا بقى الفحم عايزة أقول لكم طلّع عينينا عقبال ما يشتغل. فأنا كنت متبّلة بقى التتبيلات قبلها بيوم، يعني حتى لو أنتِ مش قادرة تخرجي أو كده، ممكن تقضّي وقت لطيف في البيت و على السطح برضه عادي، حاجة بسيطة هنبسط بيها نفسنا وولادنا. تعملي أكلة حلوة، أنتم عارفين اليوم اللي يعدّي علينا حلو هو عيد، دايمًا باقول كده يعني. نعمل أكلة حلوة. هنا بقى كنا بنتبّل بقى، كنت متبّلين اللحمة، وبصراحة جوزي اللي تبّل يعني أنا ساعدته بس. فعشان أكون صادقة معاكم، فهو بصراحة بيعمل تتبيلة حلوة أوي للحمة والفراخ. وهنا بقى استغلينا كده إيه، الحاجات الإمكانيات اللي معانا يعني على السطح. تبّلنا بقى اللحمة كده تتبيلة حلوة قبلها كده بيوم، والفراخ كمان. آآ أنتم خشوا على الفيديوهات بتاعتني القديمة أنا وجوزي، هتلاقوا التتبيلات موجودة. طبعًا أنا ما رضيتش أجيب من الأول، لإن إحنا متبّلين كل حاجة وعاملين التتبيلات دي كتير جدًا على القناة. فارجعوا كده للفيديوهات القديمة على القناة هتلاقوها بكل تكّاتها وحركاتها. الفراخ طبعًا أنتم عارفين بتستوي أسرع، فعشان كده قررنا نشوي اللحمة الأول، بس الفحم عايزة أقول لكم اليوم كان بيضيع مننا خلاص، إن الليل هيخش علينا. فالحمد لله برضه لحقنا. أنا عايزة أقول لكم إحنا كَلنا متأخر جدًا، يعني على الساعة 12:00 كده والّا حاجة. شوفوا إحنا بادئين من الساعة 7:00، بس الشوي فعلًا على الفحم بيغيب شوية، وكمان الفحم لمّا غاب كمان عقبال ما ولّعناه، عقبال ما حضّرنا كده حاجتنا. فالحمد لله اليوم، بس اليوم كان جميل جدًا، جدًا. وحاولوا كده تستمتعوا بأيامكم، بالذات في الأجازة، لإن اليوم في الأجازة مع عدم الدراسة بتحسّوا إن اليوم طويل. فحتى لو أنتِ مخلّصة اللي وراكِ أو كده، ممكن تروحي أنتِ وولادِك مشوار، تتهوّوا شوية، تقعدوا إن شاء الله على الكورنيش كده، وتقعدوا أي كورنيش قريب ليكم، تقعدوا كده تاكلوا حاجة أو تشربي حاجة، يعني أي حاجة تسعدي بيها نفسِك ويومِك. بجد بيبقى اليوم بيفرق جدًا. والخروج كمان بيفرق جدًا. إلا بقى اللي معاه بيبيات بقى ربنا يكون في عونها، بجد الخروج بيبقى لها صعب، أنا مجرّبة. فحاولي بقى تسعدي نفسِك بأي حاجة. بجد اليوم كان تحفة جدًا، وعايزاكم كلّكم معايا. اللحمة بقى لو بتتبّليها،
يعني لو متقطعة كده حاولي تقطعيها تقطيعة رقيقة كده علشان تتبل معاكي وتبقى كويسة. وفي الشوي انا كنا متبلين بقى من لحمة العيد، لحمة وفراخ وكفتة. وعملت كده شوية رز وسلطاتك بقى، وهيبقى اليوم جامد جدا. ودايما الشوي بيبقى اسهل حاجة في القعدات اللي زي كده. ف حاولت بقى اقولك كده على ازاي الطريقة، يعني ان تطلع اللحمة معاكي مستوية ودايبة. بجد ما كانتش بتشد خالص، وكانت التتبيلة قبلها بيوم بس يعني جوزي قطعها تقطيعة كده معينة. خلت التتبيلة تاكل على طول في التتبيلة وتتشوي وتبقى طعمها مستوي وحلو. آه، فجه بقى بعد كده بقى حاولت كده اخد لكم كل لقطة علشان النور كمان مش مساعدني على السطوح. آه، كل ما شيلنا بقى اللحمة وحطينا بقى الفراخ تتشوي، هنا بقى الولاد كانوا فرحانين وبيرقصوا شوية، كنت مشغله لهم شوية موسيقى. شوية أغاني كده شوية يفرحوا. لازم طبعا نفرح ولادنا، ولازم نعمل لهم كل حاجة حلوة. طالما حتى لو مفيش في إمكانيتك الخروج، حاولي تفرحيهم في البيت، تلعبي معاهم، تعملي لهم أفكار جديدة. ان هم بجد ما لهمش ذنب يعني في عدم خروجك، او في الظروف اللي احنا بنبقى فيها بتبقاش مساعدة مثلا ان انا اخدهم واخرج. فباحاول كده اعمل لهم جو في البيت. هنا بقى كنت بجد مش عارفة اصور. فتحت بقى فلاش الموبايل وحاولت كده اصور لكم بعد ما حطينا الفراخ. بجد كانت طعمها بقى الفراخ تحفة تحفة بجد والله، مش عشان احنا اللي عاملين الاكل بس بجد. كانت عايزاكم كلكم. وكده خلاص بنهي معاكم الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. وده الاكل برضه والاضاءة هي اللي منعاني.